بعد فوز اللحظات الأخيرة في مسابقة كأس اتحاد شمال إفريقيا، الترجي الرياضي في مواجهة ترجي جرجيس من أجل تحقيق الفوز السابع على التوالي وتعميق الفارق على ملاحقه المباشر النادي الإفريقي ضد ترجي الجنوب اللي يتنقل للمرة الثانية على التوالي ومازال يبحث على أول 3 نقاط خارج قواعد. أبناء فوزي البنزرتي بدون مقدمات، أقل من دقيقة بوعزي وزع لإرام وصوب والبجاوي في الركنية. القرب ينفذ في القائم الأول التسديدة الرأسية لبوعزي تلقى البجاوي. التراجي في طريق مفتوح بالرغم من اعتماده على لاعب ارتكاز واحد خالد القربي. الفرص تتعدد وفي كل مرة البجاوي يتصدر، لكن الدقيقة 12 تأتي بالجديد، عملية من الدراجي للمساكني يمرر البوعزي أساسي في هالمباراة. طليق يسجل الهدف الأول وأولى أهداف وجدي بوعزي في الموسم. جريت الوليد التايب ووسام، شو حبيت أديه لهم؟ أي خويا ندير الوليد التايب ووسام العبدي. الدراجي للمساكني يوجه بوعزي طليق يمضي أولى أهداف المباراة للترجي التونسي. مرت الكرة كما أرادها لوجه بوعزي وبالرجل اليمنى. الترجي واصل الضغط امام ضعف التغطيه في صفوف ترجي جرجيس. الدراجي يروض بطريقه فنيه يمرر لإرامو والبجاوي يتصدر. 20 دقيقه لعب، عمليه لإرامو لبيانفينو ارضيه للدراجي يسقط والحكم الدرعي يعلن على ضربه جزاء رافقها احتجاجات لاعبي الترجي جرجيس. إرامو ينفذ ينجح الهدف الثاني 2-0 في 20 دقيقة لعب وخامس أهداف المهاجم النيجيري. فرحان أنت توا؟ ولا برشا خويا. الترجي في طريق مفتوح أمام اضطراب كبير لأبناء ترجي جرجيس اللي ما قدروش حتى على تخريج الكرة بطريقة سليمة. أول عملية لأبناء أي جودي تجي في الدقيقة 33. الخويلدي يحاول يخرج هاشم عباس ما يتحكمش في الكرة. الترجي كالعادة في هال 45 دقيقة الأولى في الهجوم ومخالفة تتنفذ بسرعة لإرامو، ما فماش تسلل حسب قرار الحكم. الدفاع يتدخل، الحكم يعلن على الركنية وأبناء جرجيس يطالبوا ب6 أمتار. تتنفذ بنفس الطريقة، القربي في القائم الأول للبوعزي والبجاوي يتصدر. 39 دقيقة المدرب أي جودي يقوم بزوز تغييرات في وقت واحد، الزيادي والورتاني مكان جبنون وحمزة الأدب. تغييرات من أجل البحث عن مردود أفضل، والتراجي قريب من الهدف الثالث. توزيعة من شمام وإرام طليق يسدد بالراس والبجاوي يتصدر. أخطر عملية للضيوف تجي في آخر دقيقة من الشوط، الغول للزيادي مهد لبوخريس، نوارة يتدخل ترجع لنفس اللاعب مهد للزيادي ونوارة يتألق. حضرنا كل شيء باش نعدوا مباراة باهية، هبطنا على التيران. شنو هو السبب؟ تحملوا مسؤوليتنا الناس الكل كجوارات تحملوا مسؤولية الناس الكل. ولا عندي إصابة في ساقي اليمين، ما نجمتش نكمل، خرجني المدرب. يعني مش تغيير تكتيكي؟ عندي إصابة في رجلي اليمين. في الشوط الثاني انتظرنا ردة فعل من ترجي جرجيس، لكن العكس هو اللي حدث. 3 دقائق في الشوط الثاني وركنية شمام للمساكني يوزع، وسيام بن يوسف معوض العابدي في المباراة يسجل الهدف الثالث. سنعيد المشاهدة بالتأكيد. أرضية الكرة من جانب خليل شمام، التوزيع من يوسف المساكني وبالراس دون رقابة في محور الدفاع سيام بن يوسف. 72 دقيقة عملية منسقة تبدأ من الدراجي، توصل العياري معوض إرامو لشمام بدوره لبيانفينو يسجل الهدف الرابع والخامس للكاميروني في البطولة. هدف يؤكد ضعف دفاع ترجي جرجيس في هاللقاء. زملاء شمام يواصلوا السيطرة بمعدل هدف كل 5 دقائق. 76 دقيقة كرة من البوعزي يتوغل يمر للعياري يحاول التمهيد، عباس يتدخل، التمهيد بصفة عفوية من الحكم الدرعي للعياري يسجل الهدف الخامس. ليكون الهدف تخرج كرة من المدافع لكن يرجعها عبد الله الدرعي في خط. 81 دقيقة عملية للترجي، بيانفينو يخرج شمام حامل شرط قيادة في هالفترة، يراوغ البجاوي يسجل الهدف السادس، الهدف الشخصي الثالث للمدافع الأيسر للترجي. خليل أنت وليت تعبر على فرحتك بتسجيل الأهداف بطريقة معينة، كيفاش تقول يا أخي؟
قلب قلب الجمهور، عائلتي، لصحابي، كاو ديما في القلب. هذا ما هو كاو. خمسة دقائق قبل النهاية مهرجان الأهداف يتواصل. المساكني في هجوم معاكس يراوغ سايكو ويسجل الهدف السابع والثالث في رصيد لاعب منتخب أصاغر 2007. سباعية كاملة للترجي هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين. المدرب أيد جودي يقبل 14 هدف ضد الترجي دون أن يمكن الفريق اللي يدربه من تسجيل أي هدف. ما عندي حتى تعليق. المباراة اليوم القوية غلب الضعيف. شنو هي اسباب الضعف زعما؟ كلمت